بطاطس وحايرة بالعصرية وبالتعليلة، تعالي اسوي لك احلى شيبس بطاطس كلش طيب، نكهات مختلفة كلش طيبة. تابعي الفيديو للنهاية لتتعرفين على خطواته. حتى نحضر شيبس بطاطا نحتاج 4 بطاطات بهذا الحجم، راح نقشرهن. بعد ما غسلناه كل زين راح نبلش نقطعه. راح استخدم هاي عندي كلش رفيعة تسوي، شوفوا هذا الشكل انا احتاجه. وهالسهن راح نغسلها كلش زين. راح نسوي الشيبس مالنا بثلاث اطعمة. اول طعم عندنا اللي هنا ملعقة من الكاتشب، ملعقة من الملح، شطة حارة، ملعقة سكر ومي يغلي. نخلط المكونات كلش زين، نحط كمية من البطاطا قد تحبونه بالكاتشب، تقدرون تزودون الكمية، ونتركها لمدة ساعة. والطعم الثاني عندي هنا عصرة ليمونة وملعقة من الملح، واضيف له مي يغلي. نخلط المكونات كلش زين، نضيف الكمية اللي نحبه بالليمون ونتركها بعد لمدة ساعة كاملة. ملعقة من الملح في قلاص من الخل وهو أفضل الطعم، ونضيف له مي يغلي. ونضيف عليه بقية البطاطا ونتركه لمدة ساعة كاملة. فيناها من المي كلش، راح نجففها على أي وصلة مالت المطبخ. نحاول ننشفها قدر المستطاع من المي. الشكل صار عندي. هسه راح اوديه مباشرة على الزيت. بنات عندي زيت كاوي، مباشرة راح امي بيه بالزيت وحدة وحدة على نار متوسطة. صار بهاي المرحلة راح نرفعه للنار. على كلينس نحطها. هاي الدفعة الثانية مال الليمون والملح، راح همتين وراح نشتغل الدفعات كلها بنفس الطريقة. بس صار بهاي المرحلة بنات نرفع هاي آخر دفعة. ما نخليه يتحمص كلش، نخليه بحالات الشقار ماله خفيف، وهو بس هو كلش محمص. شوفوا بنات، تسمعون الأصوات. هسه هنا راح اخذ كمية من عنده، طله بهارات بطاطس فنجر، شوفوا شوية حسب الرغبة هنا. شوفوا كلش بنات طيب، لازم تجربونه لان كلش طيب. هسه بنات بقت عندكم عادين انتم تختارون النكهه والطعم اللي تحبونه. هسه بنات اذا وصلتم هنا لا تنسوني باللايك والاشتراك، تضغطون زر الجرس، واشكر متابعتكم، والى اللقاء بفيديو جديد.